السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. رجعت لكم فيديو جديد، يا ريت ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. النادي الاهلي الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد تخطيه نادي سيمبا التنزاني بهدفين مقابل لا شيء. افتتح التسجيل للنادي الاهلي عمرو السولية في الدقيقة 47 بعد هجمة مرتدة قدر يلعبها رضا سليم لانتوني موديست اللي ريحها لعمرو السولية اللي جاي من ورا، قدر يحطها. طبعا الكرة راحت بينج بونج، طبعا خبطت في العارضة ونزلت في الجون. طبعا الهدف اللي ادى الثقة للنادي الاهلي اللي كان في الشوط الاول يعني مفيش هجمات خطيرة، طبعا مفيش هجمات مرتدة خطيرة. النادي الاهلي كان بيلعب ان هو ساب الاستحواذ لسيمبا وبيلعب على الهجمات المرتدة اللي كانش فيه فاعلية منها، طبعا لان عندك مهاجم زي انتوني موديست طبعا اللي ما عندوش طبعا لا سرعة ولا لياقة ولا اي شيء في الدنيا. طبعا نقطة قوته الوحيدة هي الرأسيات اللي طبعا ما كانش فيه عرضيات، طبعا ما تقدرش توصل الاطراف او تلعب عرضيات صحيحه ان الراجل يستغلها في حاجه. فطبعا الهجمات المرتده اللعيبه بتروح بالهجمه المرتده، يعني موديست رايح معاهم، طبعا هو مش عايز يلعبها له لانه عارف لو لعبها له طبعا موديست مش هيقدر يجري عليه، مش هيقدر يلحق. طبعا بتخش الشوط الثاني الدقيقه 47 هجمه مرتده بيلعبها طبعا رضا سليم موديست طبعا واقف في منطقه الجزاء مدي ظهره للحارس، طبعا بيريحها لعمرو السولية. عمرو السولية جاي منطلق من الخلف للامام بيحطها في الجون، وهدف اول للنادي الاهلي في الدقيقه 47 اللي بيدي الثقه للنادي الاهلي وبيهز لعيبه سيمبا. طبعا استمر الموضوع كده رايح جاي، طبعا النادي الاهلي بيساب الاستحواذ لنادي سيمبا وبيلعب على الهجمات المرتده، طبعا مفيش فاعليه، مفيش مهاجم سريع. طبعا الحاجه اللي تستغرب لها جدا يعني ازاي ماتش زي ده انت بتعتمد على الهجمات المرتده وبتلعب بموديست. طب ماشي، مثلا الراجل مش عايز يعتمد على كهربا من البدايه عشان ما يركنوش بدنيا، طبعا بيلعب على سبيل الاستحواذ لسيمبا، طبعا عايز يرك لعيبه سيمبا بدنيا. طب انت يعني ليه مستني لحد دقيقه 80 عشان تعمل تغييرات؟ انت شايف موديست يعني بسم الله ما شاء الله الراجل يعني ايه، كبير وشوط في الملعب وتطلعه، يعني ليه سايبه لحد دقيقه 80؟ هل ده مبابي مثلا؟ انت سايب مبابي في الملعب؟ ما تعرفش انت، يعني انت المفروض واقف، الراجل واقف على الخط، انت شايف مش قادر يجي، مش قادر يعمل حاجه، هو نازل اصلا مش قادر يعمل حاجه. فانت ليه سايبه؟ نزل بيرس تاو ويلعب شادو سترايكر، نزل كهربا، نزل اي حد، يعني مش فاهم. نزل طاهر يلعب مهاجم، لكن سايب موديست لحد الدقيقه 80، طبعا حاجه غريبه جدا. وطبعا الماتش شغال والحكم عمال كل شويه الفار فصل الفار اشتغل، الفار فصل الفار اشتغل، حاجه يعني كميه الضحك مش عارف. ماتشات دوري ابطال دي ولا دوره رمضانيه ما تفهمش. طبعا الماتش رايح جاي، هجمات خطيره اي نعم، هجمتين ثلاثه لنادي سيمبا تألق فيهم مصطفى شوبير، وطبعا ربنا ستر في كام كره لمحمد عبد المنعم، يعني كان بيتحرفش فيهم، كان هيضيعنا في كورتين راح عليهم هجمات مرتده، لكن الحمد لله مروا بسلام على مرمى مصطفى شوبير. طبعا الحكم بيدي 6 دقايق وقت بدل ضايع، لكن طبعا ماتش بيشطح مننا للدقيقه العاشره. في الدقيقه العاشره دي ضربه جزاء للنادي الاهلي، طبعا بيخش يشوطها كهربا طبعا مضيع هجمات كتيره، طبعا يعني نزل عشان يضيع هجمات، يعني اللي هو مش عارف يعني نجيب مين ينزل يحط الهجمات دي، نجيب عماد متعب بالاعتزال ولا نجيب كابتن خطيب ولا مش عارف يعني. طبعا ما عندكش اي مهاجم يستغل الهجمات المرتده اللي عندك، يعني الهجمات المرتده يعني كان تطلع بثلاثه اقل حاجه، لكن الحمد لله على الفوز، فوز بيأهلك الى نصف النهائي مرتاح. على الناحيه الثانيه كان ماتش يانج افريكانز ونادي سان داونز اللي بيخرج في الوقت الاصلي 0-0، طبعا في هدف لنادي يانج افريكانز، طبعا هدف صحيح مليون في المية، لكن ما مش عارف، انا شايفه هدف صحيح. في الحكم وهو بيراجع في الفار شاف الكرة دخلت بكل جسمها، يعني جسم الكرة كله دخل
المرمى، لكن ما تعرفش بقى. هو طبعا بيروح الماتش بعد كده لضربات جزاء، بيكسب نادي سان داونز. طبعا عنده حارس الحارس ويليامز حارس كبير متميز، وحارس عنده خبره، يعني حارس من افضل الحراس في افريقيا. بيقدر يتأهل لنصف النهائي في انتظار مباراة بيترو اتلتيكو ومازيمبي. طبعا اللي هيكسب فيهم هيلاعب النادي الاهلي. بس كده، ده اللي كان معانا في حلقة النهارده. يا ريت ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. سلام.